بالنسبة لكلام الشيخ يعني يقول مثل كثرة العبادات تولد نفاق يعني. لا، هو تولد يعني ضغط، مو هيجي. يعني شوف، دائما لا تسمع لأي شخص يعني، أو اسمع لكن لا يعني بساعة تتأثر يعني. دائما أقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام حتى تعرف شو تسوي يعني. عارف شلون؟ النفاق ما له علاقة. النفاق يتولد من أكل الحرام رقم واحد. رقم اثنين، يتولد من كثرة الذنوب، يولد نفاق يعني نفاق بالقلب يعني. شلون كثرة العبادة؟ بالعكس، كثرة العبادة تقرب لله، وبذكر الله تطمئن القلوب. يقول يصير ضغط على النفس بحالة إذا يعني النفس القلب ما مقبل. يقول الإمام علي عليه السلام: القلوب لها إقبال ولها إدبار. يعني إقبال على الحق، إقبال على الطاعة والعبادة والصلاة والأذكار وهاي الأمور يعني. هاي يقول إذا أقبلت، الإمام علي عليه السلام يقول إذا أقبلت القلوب يعني تحس روح الإيمان موجودة عندك، يعني يصير عندك دافع للعبادة. هنا القلب مقبل. تعرف شلون؟ شو تسوي؟ يقول إذا أقبلت القلوب احملوها على المستحبات يعني الواجبات والمستحبات. ويقول إذا أدبرت احملوها على الواجبات فقط يعني. اختصروا على الواجبات يعني، عوف المستحب يعني. إذا تصير يعني روحك تعبانة يعني وما له خلق العبادة، بس الواجب التزم به يعني لحد ما تشوف عندك إقبال. وهاي يعني كثر الطاعة، كثر الأذكار وهاي الأمور يعني. عارف شلون؟ أي. فالنفاق ما له علاقة بكثرة العبادة يسوي نفاق، ماكو هالشي يعني. النفاق يتولد من الذنوب يعني كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، من دون توبة، من دون استغفار، يولد نفاق صحيح. أما كثرة الطاعة تولد نفاق؟ لا، ما له علاقة يعني. تعرف شلون؟ شلون تعرف نفسك؟ اجا واحد لأحد العلماء قال له: شلون أعرف نفسي دا أني على الإيمان يعني وبعيد عن النفاق مضمون الكلام؟ قال له: شوف نفسك أنت ملتزم بالصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام، هنا أنت من السعداء. قال له: شلون أعرف نفسي من الأشقياء ولا من السعداء؟ قال له: المائز هو الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام. ليش؟ لأن هي حبل الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا يسمونه حبل ممدود بينك وبين السماء، بينك وبين المعصوم عليه السلام، حبل غيبي نوراني يعني. تعرف شلون؟ هذا الحبل المعنوي اللي هو الصلاة على محمد وآل محمد، اللي يتمسك به ما يبقى عنده أي شك بالدين. رقم واحد، ما يبقى عنده أي وسواس. تعرف شلون؟ ما يبقى عنده أي اضطراب، أي تشتت. تعرف شلون؟ هذا الصلاة على محمد وآل محمد. ليش؟ لأن هي حبل ممدود بين العبد المكثر من عدها الملتزم بها يعني دائما، وبين الإمام المعصوم عليه السلام. تعرف شلون؟ فالصلاة على محمد وآل محمد اللي يصلي 100 الله يصلي عليه 1000، يمده بالنور، يمده بالرحمة، بالعطاء، بالفيض. كل ما تكثر من عدها راح يتأثر على نفسك، جسدك. يقول أحد العارفين بالصلاة على محمد وآل محمد شو يقول؟ يقول الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام من تكثر من عدها وتستمر فترة طويلة، يعني فترة طويلة يوميا تكثر من عدها ومستمر عليها، مداوم عليها. يقول بعد فترة تصلح يقول من تصلح الروح والقلب والعقل والنفس، يعني تأدب النفس والجسد يعني، تبعد عنه جميع الأمراض. بعدها شو تسوي؟ تفيض على المحيط اللي أنت عايش بيه يعني، ما حواليك يعني. تعرفوا شلون؟ تأثر حتى على الجمادات. أحد العارفين كان يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، بعد فترة صارت العاشية مالته، العكازة، هي قامت تنطق بالصلاة على محمد وآل محمد. تعرفوا شلون؟ فالصلاة على محمد وآل محمد يراد لها توفيق. دائما اطلب، مو شي هين، لا عبالك ذكر عادي، لا، هي أعلى طبقة بالأذكار، أعلى طقس عبادي الصلاة على محمد وآل محمد. فأنت التزم بيها دائما، كثر من عدها. من تشوف نفسك اكو تشتت هاي، امشي يوميا، امشي خلي لك برنامج مشي يوميا ساعة هيجي، واكثر من الصلاة على محمد وآل محمد.
بأي وقت، ما لها وقت محدد، بأي وقت. أنت نايم، أنت ممدد، أنت قاعد، أنت تشتغل، المهم يعني أنت مجرد بس صلى على محمد وآل محمد. هاي الصيغة، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني فشي كلش سهل، يعني بسيط، يبعد جميع التشتتات والمشاكل من عندك يعني. تعرف شلون؟ فصلاة على محمد وآل محمد الحديث عنها يطول صراحة. إذا أردت أن تعرف حقيقة أي شخص، لاحظ كيف يعامل من لا يحتاجهم. الصادق يحترم الجميع حتى من لا يملك أن يفيده، أما المزيف فابتسامته تختفي حين لا يكون له مصلحة. هذا الاختبار لا يخطئ،